مع زميلتي نادية عثمان. اهلا بك يا نادية. اهلا بك يا براء. ازيك؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا رب، والامه الاسلاميه كلها بالف خير يا رب ان شاء الله. طب يا نادية قولي لنا ايه الحاله اللي معاكي النهارده، عشان احنا عايزين نقدمها للمشاهدين وبنتمنى برضو احنا نقدر نساعدهم. الحاله بصراحه النهارده 3 اطفال معرضين بمرض شديد في عينيهم بسبب زواج الاقارب. زواج الاقارب؟ ايوه، الزوج والزوجه ولاد عم. وعندهم محمد مولود اصلا عينه وجعاه، النني بتاع العين بيكبر قوي يعني لدرجه ان هو عوره مره بالقلم. طب احنا عايزين بس نقول للساده المشاهدين، يعني زي ما انتم سمعتوا رجاء انه يعني ناخد بالنا من الزواج بالاقارب، او على الاقل يكون في فحوصات قبل كده عشان نعرف ان الاطفال اللي جايه للاسف هي اللي بتدفع الثمن في الاخر. زي الاولاد دول، واحد اتولد باعاقه عنده يعني دلوقتي عنده 7 سنين، والثاني بعد 2 سنين من الولاده. ايوه صح. اتفضل. مروان برضو اخوه بعد 2 من الولاده بدات الاعراض تجيله. وفي مؤمن بقى ثالث عنده 1.5 سنة دلوقتي. مش عايزه اقول لك مامته عايشه في رعب، لا حول ولا قوه ان هو يبقى زي اخواته. لا اله الا الله. الاب طبعا محطم جدا، ان هو طبعا مدخل محمد مدرسه المكفوفين في بلد بعيده جدا عنهم، عن القريه اللي هم فيها. بيعانوا في السفر والباص، وان هو حد يوديه وحد يجيبه. وطبعا الاب شقيان جدا بحته. هل ما عملوا تحاليل؟ يعني راحوا لدكاتره كشفوا، عرفوا هل له دواء؟ كشفوا في قصر العيني وفي كم مستشفى كده، بس طبعا ما فيش حل. مفيش حل خالص. يوصلوا يقولوا ان مش عارفين اصلا ده بسببه ايه. يعني ازاي ما عرفوش سبب المرض ده؟ مش يعني عارفين ده هل ده مرض نادر؟ هو هم قالوا لهم اللي توصلوا له ان هو من جواز الاقارب. من جواز الاقارب؟ هو اللي توصلوا له ان هو من جواز الاقارب، بس هو ايه اصلا المرض نفسه ما حدش عارف يوصل. طبعا هم في قريه على قدهم، مش عارفين يتوصلوا للدكاتره يكونوا يعني فاهمين، او حد عارف اكتر من اللي، بحيث ان معلش يعني احنا في القريه بعاد جدا عن القاهره. اطفال ولسه يعني ما شافوش الدنيا وطالعين بهذا المرض وهذه الاعاقه. لا بجد. انت عايز تقولي لهم ايه؟ انا عايزه اوصل صوتهم، يعني معلش هم ناس طيبين جدا جدا وغلابه جدا، ممكن ما يكونوش عارفين الطريق الصح. فلو حد من المسؤولين عارف الطريق الصح اللي هم يمشوا فيه، يا ريت يتصل بيه. بجد حرام 3 اطفال يتحرموا من نظر عينيهم في السن الصغير ده. نادية ان شاء الله صوتك وصوت الاسره دي هيوصل لكل المشاهدين، سواء في مصر ولا في الدول العربيه. احنا عارفين الناس قلوبها كبيره، واحنا دلوقتي في اشهر مفترجه. بنتمنى يا رب انكم تقدروا تساعدوا الاسره دي. نشوف علاجها ايه، هل في علاج؟ لانه ما فيش، ربنا سبحانه وتعالى ما جابش الداء الا له دواء. الا له دواء اكيد اكيد طبعا صح كده. وطبعا انا مش عايزه اقول لك الاسره ديت بتقاسي قد ايه من الالم. كم اسره بيقاسوا علشان الجد والجده وكله عشان ال3 اطفال دول. بصراحه مرهقين جدا، تعبوا على ال3 اطفال. بصراحه انا مقدره وحاسه باللي انت بتقوليه، وبنتمنى فعلا انه نقدر نساعدهم، وان شاء الله هنقدر نساعدهم يعني باذن الله بمساعده المشاهد اللي بيشاهدنا دلوقتي والقلوب الرحيمه. وطبعا انا متاكده احنا عايزين ان شاء الله، وعشان من فضل ربنا كبير ان اصحاب القلوب الرحيمه والكبيره ان هم ان شاء الله هيقفوا مع الاطفال دي، مش هيسيبوهم في الضلمه من صغرهم كده. وانا بناشد كل المشاهدين رجاء انه احنا نقدر نساعد الاسر. اصلا مش اسره واحده، ده فيها الاف وعندها اعاقات متعدده. احنا طبعا هكلم دلوقتي رجاء الاعداد ينزل لنا رقم حساب مؤسسه البر والاحسان اللي احنا عن طريقها احنا بنساعد الاسر دي. بنتمنى يا رب في القريب بصراحه يعني في ناس احنا ما نقدر. يا جماعه انا بعتذر لكم دلوقتي على ان انا في ناس ما بقف قدامي ان انا اساعدكم. مشاكل كبيره جدا ما بقدرش عليها بصراحه. لا فسامحوني، انما انا فعلا انا عايزه اتواصل معاكم جميعا والله، يعني واساعدكم كلكم ان شاء الله باذن الله. انا فعلا بقول يا رب لاي دكتور دلوقتي بيشاهدنا في هالحلقه وشاف معانا الاعاقه الاليمه اللي بتعاني منها الاسره كامله، رجاء انه يتصل بالبرنامج ويقدر يساعدنا باي حاجه.
حتى تحاليل نشوف الناس دول نقدر نساعدهم ازاي. هل ده في فعلا ما ممكن يبقى في حل بره ونقدر نساعدهم؟ ما في ناس كتير قوي ما شاء الله يعني ربنا كريمها بتحب تعمل خير، وان شاء الله عن طريق الجمعيه البر والاحسان اللي طبعا الرقم بتاعها على الشاشه انتم شايفينه، وتكلمونا وباذن الله نقدر نوصل لكم في اي مكان لكل الاسر اللي بتعاني من اي اعاقه كانت او امراض مش قادرين يعني يدفعوا ثمنها او عمليات الى اخره. واللي عنده مشكله برضه يتصل بينا، اللي عنده مشكله واللي عنده اي حاجه يتصل علينا، احنا همزه وصل بينكم وبين اصحاب القلوب الكبيره. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. معلش في حد عاوز يعرض مشكله ليه، انا بصراحه عجزت ان انا احلها له، فقلت اديت الرقم بتاعه للاعداد ان هو يعمل معانا مداخله ويعرض مشكلته بنفسه. طب مشكلته يعني هل انت عارفاه عقبال ما يجي لنا المداخله بتاعته؟ هو قايل عليها تفاصيل بسيطه كده، ان البيت بتاعه جنب بجار مدرسه، والمدرسه هيئه الابنيه بتبنيها تاني من جديد، وهي بتهد المدرسه وقاعد بيته، اصبح في الشارع هو واسرته كلها. بقول بقى لهم 6 شهور مش مستجابين ليه. طب نشوف المداخله جت. الو، انا بصراحه مش عارفه اعمل ايه. الو، مساء الخير. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمد، اتفضل حضرتك. انا محمد عبد الشافع متخرج من الغربيه من تدشين غربيه. اهلا وسهلا يا فندم، قول حضرتك ايه المشكله اللي عندك؟ مشكله البيت. ايوه مشكله البيت مدرسه النصر اللي هي جنب بيتي بالظبط. ايوه طبعا حضرتك هدينا قرار اداري. ماشي يا فندم. في قرار اداري جابوا يكتب اللي هو الكبير ده يعمل زلزال في البيت، والبيت كان افهم قديم عتيق بالخشب. ايوه لا حضرتك فهمتوه، هدوا البيت عليا. ماشي، وانا قاعد دلوقتي الراس سكت. السكت ده اليوم عندي 100 جنيه، الراجل كفيلي اليوم ب 100 جنيه تاخير، وانا مش لاقي حته اقعد فيه. حضرتك طب ما فيش حد قدر يعوضك على البيت يا استاذ محمد؟ ما فيش حد عمل لك تعويض؟ ما فيش حد امل بالتعويض؟ لا 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 لا، انا اشتكيت للدنيا كلها، اشتكيت لهيئه الابناء، واشتكيت للمحافظ، واشتكيت لوزاره الاسكان، واشتكيت لرئاسه الجمهوريه، واشتكيت للامانه العامه للقوات المسلحه ان البيت وضع، وقالوا ده احنا هنشتروه عشان نوسعه للمدرسه. وصف المدرسه بقالها اكثر من سنه وشهرين مبلغ زبالي. مبلغ زبالي. فهمت حضرتك. وانا مش عارف ابني فين. وواخد اكثر من 9000 جنيه من رجال الاعمال عشان اعمل الاساس، عملت في الاساس ووقفت عليه. يعني رجال الاعمال كانوا واقفين معايا. بتقاضى معاك من الضمان الاجتماعي 450 جنيه عند البلاغ الروحي وعند السكر والضغط. ما بقدرش اشتغل. ربنا يشفيك يا استاذ محمد، بس ان شاء الله هنشوف مشكلتك هنعرضها على المسؤولين، واحنا دلوقتي بنوصل صوتك لكل المسؤولين، وباذن الله هنشوف ان شاء الله ونحل لك المشكله. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا في حاجه طلع له قرار ازاي من 2007 لحد وقتي، وفي 6 عمر ممكن يجي علينا يموتنا انا وعيالي. لا ان شاء الله. ولا قدر اسد رجال الاعمال تحيات جنيه، ولا قدر ابني البيت، وقفت على حد كده اساسا. احنا دلوقتي بنناشد محافظ الغربيه انه يعني ينظر لموضوعك، وان شاء الله هنناشد الهيئه للابنيه كمان، وباذن الله هنلاقي لك حل يا استاذ محمد. ان شاء الله ما تشيلش هم النهارده. طبعا يا براء انا اشكر الفريق القائم على برنامج حب مصر ان هو ادى الفرصه للحاج محمد يقول مشكلته بنفسه، لانه بصراحه هو بقاله اسبوع بيكلمني انا مش عارفه اعمل له حاجه. فهو دلوقتي اعرض مشكلته، وان شاء الله ربنا يقدر المسؤولين ان هم يحلوا ان شاء الله. احنا زي ما احنا اتكلمنا معاه يا ناديه، وزي ما سمعتي احنا بنوصل صوته لكل المسؤولين، وكمان بنناشد السيد المحافظ الغربيه انه ينظر لموضوعه، لانه حرام عنده عيال، وزي ما احنا سمعنا معاش 450. أيوة. يعني طبعا احنا بنشكرك يا ناديه على التقرير اللي انت جبته لنا، كان تقرير فعلا مؤلم، وبنتمنى من كل المشاهدين اصحاب القلوب الرحيمه انه يساهموا في مساعده هذه الاسر اللي هي لسه فيها كتير ان شاء الله من خلال الحلقات بتوعنا اللي جايين، والاسره الاولاد ال3 اللي هم عندهم هذه الاعاقه للعمى. وطبعا احنا بنشكرك جدا انك بتقدري تعملي التقارير دي وبتروحي لحد عندهم وبتتعبي فيها جدا. براء حبيبتي، هو الشكر لله اولا والاخر. فانا دلوقتي انا كل اللي هاممني ان انا اوصل صوت الناس دي فعلا تعبانه بجد، لصوت المسؤولين وصوت اصحاب القلوب الكبيره.
ان شاء الله كلهم شايفيننا وسامعيننا، وبنتمنى لهم الصحه والسلامه عشان يقدروا دايما يساعدوا الناس الغلابه، الناس اللي ما عندهاش حيله انها تعمل عمليات او تعمل اي تحاليل عشان تعرف المرض سببه ايه. طب ناديه، تقدري تقولي لنا ايه اللي من خلال فقرتك دي؟ تيجي نرسم بسمه، تيجي نبني امل لقلوب كتيره كسرها الالم، ايدينا في ايدين بعضينا نبني قلوبنا قبل بيوتنا، دعوه للخير. احنا بنشكرك يا نادية على الفقرة دي، ويعني على كل اللي انت بتعمليه عشان الغلابة. وبنختم الفقرة دي، وقبل ما نطلع فاصل عايز اقول انه الفقرة اللي جاية ان شاء الله مع فضيلة الشيخ الكاتب والمفكر الاسلامي الوسطي محمد ابو النور، اللي دايما بيبقى ختام مسك للحلقة بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله.